العمل المتقن ليس مجرد واجب، بل فن يعكس شخصية صاحبه. العمل الجاد هو الطريق الأمثل لتحقيق أحلامك وتحويلها إلى واقع. الإتقان يعني أن تكون كل تفاصيل عملك انعكاساً لأفضل ما لديك. النجاح هو نتيجة لعمل صبور وجهد متواصل وشغف لا ينطفئ. العمل الذي نحبه هو الذي نتقنه ونبدع فيه بكل حب. الإتقان هو أن تضع قلبك وعقلك في كل شيء تقوم به مهما كان صغيرا. الإتقان لا يتوقف عند بلوغ الهدف، بل يستمر مع كل خطوة جديدة. الإتقان هو ذلك الجهد الذي يبذل في كل عمل لتحويله إلى تحفة فنية. إذا كنت تسعى للإبداع، فلا تتنازل أبداً عن جودة عملك. الإتقان هو أن تعمل بضمير وأن تتجاوز توقعات الآخرين. النجاح لا يأتي من الحظ، بل من العمل المستمر والإتقان. العمل الجاد هو طريقك للوصول إلى القمة، والإتقان هو وسيلتك للوصول إليها. العمل المتقن ليس مجرد واجب، بل فن يعكس شخصية صاحبه. العمل الجاد هو الطريق الأمثل لتحقيق أحلامك وتحويلها إلى واقع. الإتقان يعني أن تكون كل تفاصيل عملك انعكاساً لأفضل ما لديك. النجاح هو نتيجة لعمل صبور وجهد متواصل وشغف لا ينطفئ. العمل الذي نحبه هو الذي نتقنه ونبدع فيه بكل حب. الإتقان هو أن تضع قلبك وعقلك في كل شيء تقوم به مهما كان صغيراً. الإتقان لا يتوقف عند بلوغ الهدف، بل يستمر مع كل خطوة جديدة. الإتقان هو ذلك الجهد الذي يبذل في كل عمل لتحويله إلى تحفة فنية. إذا كنت تسعى للإبداع، فلا تتنازل أبداً عن جودة عملك. الإتقان هو أن تعمل بضمير وأن تتجاوز توقعات الآخرين. النجاح لا يأتي من الحظ، بل من العمل المستمر والإتقان. العمل الجاد هو طريقك للوصول إلى القمة، والإتقان هو وسيلتك للوصول إليها.